واش غادي نقول لكم الاصدقاء؟ هاد القصه هذه كنظن اول مره اول يوتيوبر مغربي يحكي لكم قصه حقيقيه بهذا الروعه وبهاد الاحداث اللي غتشوفوا اليوم. ثقوا بيا، تفرجوا في هاد القصه وغادي يعجبكم البلان. المهم قبل ما ندخلوا في الفيديو ما تنساش تخلي واحد لايك وبارطاجي معنا هاد الفيديو، ولا كنتي اول مره كتشوفني تابونا عندي في لاشين. هاد كاع شي حوايج اللي غيعجبوك بزاف. القصه ديال اليوم السرد ديالها حقيقي، قصه اللي غريبه بزاف. كمال واحد المهندس في شركة ديال البترول في دولة اللي إفريقية، هو من جنسية عربية. كان شخص اللي ذكي بزاف، ولكن كان عنده واحد المشكلة كبيرة. كان كيشرب الشراب بزاف وكيدير الخمور نهار كامل، ما كانش لا كيصلي ولا كيدير حتى شي عبادات، ما كيدير والو. ريح في واحد المدينة 10 سنين، هي فين كانت خدمته. واحد العام كان راجع بحالته من الخدمة للدار، وكان راجع بالليل. الدار ديالو كانت عادي، ماشي شي دار اللي كبيره، دار على قد الحال. ويشوف واحد المراه قدامه في الطريق، كانت الدنيا مظلمه، وهذيك المراه كتبان بحال حامله، غدا وكتميل هك وهك، باينه فيها عندها شي مشكله ما قادراش تمشي. حاول يهضر معاها، ما فهم منها حتى شي كلمه. كانت عندها واحد اللهجه ديال واحد القبائل اللي كاينين في هذيك الدوله اللي في ساكن فيها هو، حيت عندهم تماكين كل قبيله ولا مجموعه عندهم واحد اللهجه وواحد اللغه معينه كيهضروا بها. المهم ما قدر يفهم منها حتى شي حاجه، ولكن حس بهذيك المراه كتموت. ديك الساعه هزها في الطوموبيل وداها لواحد المركز صحي، فواحد السبيطار قروي صغير كاين تماكين. من يدخل داك المستشفى ويلقى واحد الراجل خدام في الاستقبال، وكان تيفهم اللغه ديال ديك المراه، وقال ليها انا غنتصل بالاهل ديالها. وبقى كمال كيتسنى في الريسبسيون حتى يرجعوا ليه الباسبور ديالو، حيت شدوا ليه الباسبور خافوا ليه يكون هو اللي يتسبب في شي مشكل لهذيك السيده. تقريبا دازت 45 دقيقه ويوصل الراجل لهذيك المراه. كان واحد الراجل اللي ضخم عامر، وكانت كرشو كبيره، البشره ديالو سوداء، وكان غريب، ولابس واحد الكميه ديال الذهب وديال لي زاكسيسوار كبيره بزاف. وبدا كيهضر مع كمال بالونجلي وكيشكر فيه، وقال ليه باللي غنرد لك هذا المعروف في واحد النهار، وانا فرحان بزاف اللي تعرفت عليك وسعيد لانك تتهضر بالونجلي، حيت ما كاينش هنا بزاف اللي تيهضر بالونجلي. المهم خلى كمال وشكرو ومشى بحالاته. كمال خدا الباسبور ديالو ورجع لدارهم، رجع باش ينعس. كان عيان ومسالي، وداز هاد البلان ونساه كمال. دازت 17 يوم. كمال كان غادي واحد النهار لخدمته كيف باقي الايام. كمال ويشوف هذاك الراجل قدام طونوبيلته ويستغرب بزاف. خونا منين عارف فين كنسكن انا وفين عارف دارنا؟ وداك الراجل كان جاي بالاتجاه ديال كمال. المهم خونا هو يتقلق، طلع ليه الدم، قال لك ما تكون وقعت شي حاجه للمراه وجاي يخرجها مني ولا شي لعيبه. ولكن داك الراجل من يقرب منه لقاه تيضحك وطمئن، وقال ليه انا غندير لك واحد الوليمه باش نشكرك. قال ليه سير تخدم حتى تشد شي اجازه ولا فاكونس، وغنجي غنهزك بالطوموبيل ديالي وغنمشيو لتماكين. كمال هو يوافق، ما عندوش اصلا شي بلاصه يمشي لها. كان كمال كيمشي غير من الدار للخدمه، الخدمه للدار. كانت هذيك البلاصه بحال العروبيه ما كاين فين تمشي. دونك كمال جاتو فكره زوينه، وفعلا جا داك النهار اللي شد فيه الاجازه ديالو. ومن يهبط من دارهم كمال لقى داك الراجل واقف لتحت كيتسناه بواحد الطوموبيل ديال الجيب قديمه، وتماو غاديين في الطريق. ولكن الطريق كانت طويله، بقاو غاديين حتى ودا المغرب. هنايا كمال هو يتقلق وبدا كيهضر مع داك الراجل، وقال ليه واش الدار هادي باقا ما نوصلوش ليها؟ وقال ليه لا راه صافي قربنا نوصلوا. وينعت ليه بيديه في واحد الدار، قال ليه راه فين ساكن انا. مني شاف كمال تما لقى ديك البلاصه اللي نعت ليه فيها كلها فيها ديوره باينه مهجورين ومريبين. وفعلا من وصلوا تماكين كمال هو يشوف الدار من برا، كانت بحال شي بلاصه قرويه. كانت الدار ديال داك الراجل تما ودايرين بها الديوره رايبين. دخل الدار ويسرح عينو بحال هكا، لقى الدار كبيره ولكن ما فيها حتى شي فراش، خاويه. والفراش ديالها بدائي قديم، والضواو ديالها كانوا مصابيح اللي قديمه، هذوك المصابيح ديال زمان اللي كيخدموا بالزيت. المهم كمال ريح هو متضايق، ما عجبوش الحال. ويقول داك الراجل قال ليه انا عند بالي غنلقى حفله وغنلقى شي لعيبه، ولكن ما كنتش متوقع هادشي. شويه داك الراجل تما جاي وهز معاه واحد الصينيه فيها الماكله وحطها قدام كمال. ولكن ماشي هادشي اللي لفت انتباه ديال كمال ولا حتى الماكله، ولكن الكميه ديال الشراب اللي كانت مع الماكله. كانوا قراعي بزاف ديال الشراب، هذا هو اللي لفت انتباه ديالو.
المهم بداو تياكلوا وكيشربوا حتى طاح عليهم الليل، وبقاو خدامين تيشربوا كيتعاطاو المخدرات وبداو كيضحكوا وكيشدوا في بعضياتهم. وفي واحد الوقيته هذاك الراجل سول كمال قال لي انا باغي نكافئك على المعروف اللي درتي معايا، ولكن ما عرفتش كيفاش غنكافئك. كمال قال ليه ما بغيتش والو، بارك عليا غير هاد العراضه، الله يجعل شي بركه. ويقول ليه لا انا غنعطيك شي حاجه احسن من الفلوس، انا غنعلمك السحر. هو يضحك قال ليه اش من سحر غتعلم ليا، انا ما عنديش مع هادشي والتخربيق هذا كيجيني والو. قال ليه هذا معتقد ديالي والديانه ديالي، وانا بروفيسيونيل في هادشي، وانا اكبر واحد في هذيك المنطقه اللي كندير هادشي هذا، ونقدر نخليك تحقق اي حاجه بغيتيها واي امنيه كتحلم بها، ما تخافش. كمال هنا ويسكت وبدا كيشوف هذاك الراجل وكيقول في خاطرو تاش من امنيات، هو ساكن غير في دار مكرفسه ما عندوش حتى تلفازه. كما قلت لكم كمال قال هادشي في بالو، ولكن داك الراجل عرف كمال فاش كان تيفكر. مشى لواحد اللحظه لواحد البيت ويتم راجع عند كمال من مورا واحد 2 دقائق، وكان هز معاه واحد الميكا كحله كبيره. انفصل عند كمال ويخوي ديك الميكا كامله داكشي اللي فيها خواه قدام كمال. ما كانش متيق هذاك الشيء اللي كتشوف عينيه، كميه كبيره من الفلوس ومن الذهب قدامه، ويقول ليه كاع هادشي اللي كتشوف واكثر من هادشي غنعلمو لك. قال له غير انا اختاريت نسكن هنايا شي ظروف وصافي. قال لي غنهديك واحد العلم وغنعطيك هديه كبيره بزاف. كمال بقى تيشوف هذاك الذهب والفلوس، ما ديك الساعه داخ فهمتوا بحال صافي خوني شاف الفلوس وهو يتلف. تما كاين الشيطان بدا كيلعب ليه بدماغه، ويقول كمال مع راسو انا ما خاسر والو وهذه ماشي بلادي، قال غادي غير نتعلم وصافي نشوف واش هادشي فيه شي حاجه ونرجع بحالتي لمدينتي. ويوافق كمال في الاخر. قال لي هذاك الراجل ولكن عندي واحد الشرط، قال لي غتجي غتريح عندي هنا على الاقل واحد 3 شهور باش تتعلم، ولكن راه ما غاديش تخرج، غتبقى غير في الدار. قال لي ما كاين حتى شي مشكل. كمال بقى خدام ويشد واحد الاجازه المده ديالها 5 سنين. صافي هما يتفاهموا كمال هو يوافق، وخدا ديك الاجازه ديالو وهز حوايجو وسد الشقه ديالو، سد الباب ويتم غادي عند داك الراجل ليك البلاصه فين ساكن. دخل ويلقاه موجد ليه واحد البيت فين غيمارس الطقوس ديالو، وتما كاين غتبدا الرحله ديال الشيطان. بدا كيتعلم الكفر والسحر الاسود. والمشكله انه ذاك الراجل كان متمرس بزاف وكان خبير في هادشي ديال السحر، كان عنده بزاف ديال الانواع تاع السحر وعنده طرق اللي خطيره بزاف واللي ما بقاوش في هذا الوقت هذا، غير هو اللي باقيين عنده. كانت عنده واحد الاساليب شيطانيه خطيره. في واحد الليله ذاك الراجل قال لكمال انا بغيتك دير هذاك الشيء قدامي نشوفك بعيني، قال لي باش نطمئن ونعرف باللي راك تعلمتي. ويوافق كمال وبدا كيخدم قدام وبدا كيدير في داك الشيء، بدا كيدير في الطلاسيم وفي البخور. صافي كمال كنقول لكم دخل معاه في داك الشيء. حيت شويه بداو كيسمعوا صوت ديال دري صغير في وسط هذيك الدار. شويه هو يحضر الخادم ديال السحر. كمال ما كانش ديك الساعه باغي شي امنيه ولا باغي يطلب منه شي لعيبه، كان غير كيشوف راسو واش متمرس واش قادر يحضر داك الخدام ولا لا. كمال ويقول داك الخادم اللي جا ديال السحر، قال لي بغيتك تجيب لي واحد الخبار ديال واحد السيد ساكن في المنطقه فين ساكن انا. جيب لي اخبار واش كيدير واش خدام ومو ماتت وكذا. ما كامله 2 دقائق داك الجن او داك الخادم ديال السحر جاب لي الخبار كامله. هنايا كمال وداك الراجل وما يطمئنوا بجوج، وعرف باللي كمال راه ولا متمرس ولا ناضي في هادشي ديال السحر. قال لي هذه هي الهديه ديالي اللي عطيتها لك، قال لي كسب منها وصور منها العاقه وما تهمك حتى شي حاجه، راه حتى شي واحد ما غادي يقدر يبرصطك ولا يديرونجيك. ولكن داك الراجل ما سكتش، قال ليه مازال غنعطيك واحد الهديه اللي كبر من هذه كمكافأة على داك المزيان اللي درتي معايا، وكذلك على الذكاء ديالك ودغيا تعلمتي. داكشي علاش نعطيك واحد المكافأة كبيرة اللي هي ملكة من ملكات الجن، غتكون تحت الأمر ديالك والخدمة ديالك. وهاد الجنية ماشي أي واحد كيعرف يجيبها وما كتخدمش مع أي واحد، ولكن عندي لك واحد الطلب، ما تفكرش شي نهار أنك تعصي الأوامر ديالها، وهي راه ما غادي تعصي لك حتى شي طلب أبدا. كمال ويتعجبو ديك القضيه ويقول له اوه شكون اللي غيلقى شي ملكه اللي غتخدم واللي غتكون تحت الامر ديالو، واه انا راه غنملك الدنيا والاخره. داك الراجل
دخل لواحد البيت وتما جاي وجايب معاه واحد الصندوق ديال العود قديم، حلو وجبد منه واحد الجلد ديال الحيوان، وكانوا جوج جلدات واحده فوق من وحده كانوا مكتوبين عليهم طلاسم. وبدا كيشرح ليه، قال ليه هذه شمس ملكه من ملوك الجن. قال ليه شمس؟ قال ليه شمس القواميد، سميتها شمس القواميد، وهاد الملكه تيحترموها بزاف في المملكه ديال الجن وكتحكم اكثر من 70 قبيله. هو يشد ديك الجلده الاخرى ويقول لي هذا هو الطلسم باش تحضرها، هادشي كامل هديه عطيتها لك. كمال هو يفرح وعجبو الحال وخدا ديك المخطوطه، هو طاير من الفرحه ويقول مع راسو راه هاد الملكه بوحدها راه كنز كبير. المهم من يسالاو هذاك السيد قال كمال صافي ساليتي دابا وسير دابا قضي الغراض وعيش حياتك راك ناضي دابا. وفعلا في النهار الاخر رجع كمال لمدينته وريح واحد السيمانه ومشى كيرجع خدام في خدمته القديمه عادي. وبالليل كان كيحضر هذوك الخدام، ولكن كان كيسولهم على شي حاجه اللي تافهه، كان كيسولهم على اخبار فلان وخبار فلان وشنو كيوقع في الخدمه من ما تيكونش واش كيهضروا عليها. ديك الساعه كانت كمال مازال ما عنده شي حاجه في دماغه اللي باغي يحققها، خصوصا ديك المنطقه اللي كان ساكن فيها كانت منطقه غير ديال الخدمه وصافي، وما كانش كتعاونك حتى باش دير وليدات اولا تزوج، كانت منطقه ديال الشغل. واحد النهار كمال كان سهران مع واحد صاحبه حتى هو مهندس، وهذا المهندس هذا كان ساكن في نفس المدينه فين ساكن كمال. المهم تعرفوا مزيان. المهم بالليل ريحوا بقاو تيشربوا كيتعاطاو المخدرات. واحد اللحظه هما يجبدوا المواضيع ديال السحر والجن والعفاريت. كمال قال ليه انا عندي مع هادشي وكنقدر نعاون الناس ونحل المشاكل ديالهم. قال لي انا متمرس في هذا البلان هذا وما كايناش شي مشكله توقف في وجهي. هاد الهضره قالها كمال من بعد ما هز واحد الكاس ضرب واحد جوج تورنيات وهو يحطو. هذاك الراجل قال لكمال واش كتعرف فلان داك السيد اللي كان كيحتارموه وكان بياع وشراي، كان كلشي كيدير ليه الشاب كلشي تيحتارم. قال لي عرفتو. قال لي كنسمع عليه ويقول ليه راه عنده مشكله ولا قدرتي تعاونوا في هذه المشكله غيعطيك فلوس بزاف ويعطيك واحد المبلغ اللي كبير. كمال هو يعجبو الحال قال ليه واخا وريه ليا. دازو 3 ايام داك الراجل ويدي كمال عند داك الراجل. كان واحد الراجل اللي قصير، وهذا الراجل كان تاجر ديال السلاح والمخدرات، راجل اللي دونجي ما معاش الضحك. وبداو تيهضروا وبدا كمال تيقول لي انا روحاني وكنفهم في هاد الامور هادي، شنو الطلب ديالك؟ قال ليه واحد البضاعه جبتها دخلت للديبو ولكن تخبات، اللي شفرها مات ولكن كان معاه واحد هرب. قال ليه وفاش نقدر نعاونك انا؟ قال ليه بغيتك تعرف ليا فين كاينه هذيك البضاعه اللي تشفرات وهذاك الشخص اللي شفرها فين كاين هو دابا. كمال هو يسكت. قال لي واخا عطيني معلومات على ذاك الراجل اللي هربان. وفعلا عطاه سميتو وراه حتى التصويره ديالو اللي كانت عنده في التليفون، ووعدو باش يعطيه واحد المبلغ اللي كبير بزاف الى عاونوا في هذا البلان هذا. كما قلت لكم هذه هي اول خدمه اللي غيديرها بهذا الروحانيات ديالو. سمع باللي القضيه فيها فلوس وكذا ويزعم صافي، وبدا كيحضر في الخدام وبدا كيقول في دوك الطلاسيم ديالو ودوك التواشا ويحضرهم. داز تقريبا ساعه ديال المكانه، قالوا ليه البلاصه فين كاين داك الراجل والبلاصه فين مخبيه البضاعه ديالو. في النهار الموالي مشى كمال عند داك الراجل ويقول ليه البلان. داك الراجل وعيط لشي ناس باش يتاكدوا من هاد المعلومات، وفعلا لقاو في هذيك البلاصه اللي قال ليه كمال. ومن بعد عطى الكمال واحد المبلغ اللي ضخم وكبير بزاف مكافاه للمجهودات ديالو. كمال شد الفلوس وهو كيحسب فيهم وما متيقش راسو. الفلوس اللي كان هاز في يديه كانوا الفلوس ديال عامين ديال الخدمه وتماره، هو شدهم غير في ساعه واحده ويقول مع راسو ساهل هادشي فلوس وكذا وهادي في ساعه واحده والله يتواعر هادشي بالله. ويقول مع راسو دابا اني الا بديت كنعاون في الناس وكذا غنولي شي واحد ملياردير. وبقى غادي متبع الشهوات ديالو، والشيطان بدا كيوسوس ليه كتر وكتر. وبدا كمال كيتعرف في هذيك المنطقه ولات عنده واحد السمعه اللي كبيره، ولاو الناس يعرفوه بانه روحاني وكيعاون الناس وكذا وهذه. وكان كل نهار كتجي خدمه، كتجي عنده وحده عندها مشكل، كيجي عنده واحد عنده مشكل وتيحل معاه المشكل ديالو. هنايا كمال قرر انه يخرج من ديك الخدمه اللي كان خدام فيها القديمه ديال المهندس وكذا وهذه، حتى الفلوس تما كانوا قلال مقارنه مع هادشي اللي ولا كيديروا دابا. وبدا كيشتغل وكيمارس الشغل ديالو في هذيك المدينه. كان كيدوز الصباح في الشراب والمخدرات وبالليل في الاعمال السحريه وتحضير الجن. واحد النهار كمال جا عنده واحد الراجل اللي كانت عنده واحد الرتبه كبيره في البلاد،
كان واحد الشخص اللي فاسد ولكن كان عنده فلوس بزاف وكان باغي كمال يعاونو. داك الراجل كان باغي واحد الدوسي كاين في المحكمه والضروري خاص داك الدوسي يحضر لعند هذا الراجل ولا غيتحاكم. وعدو بواحد المبلغ اللي خيالي، ولكن في المقابل هددو وقال ليه عندك اقل من شهرين وانك تجيب لي هذا الملف ولا انت ما غاديش تبقى موجود في هذه الحياه، حيت انت عرفتي واحد السر. دابا كمال هو يتصدم ويقول او كي غندير لهادي، انا خدمت شي حوايج صغار اللي صغار من هادشي هذا. ويطيح لي في بالو ديك الملكه ومشى جاب المخطوطه ديالها ويحلها وبدا كيتفكر الهضره ديال داك الراجل اللي قال لي عليها. ومشى كمال بغى يرجع عند داك الراجل الاول اللي وراه هادشي وكذا، بغى يزيد يتاكد ويعطيه معلومات اكثر على الملكه اللي كانت سميتها شمس القواميد. المهم ديما الطوموبيله ديالو تما غادي في اتجاه ديك القريه القديمه اللي كان عايش فيها. وصل الدار فين كان داك الراجل ويلقى ديك الدار كومه ديال الرماد، ولات غير رماد، الدار كلها محروقه. وبدا كيسول الناس اللي ساكنين تماكين، قال لهم شنو اللي وقع وفين هو فلان وفين مشى هو مراته وولدهم اللي كان معاهم، شنو وقع؟ قالوا ليه باللي واحد النهار كانت واحد الليله ماطره، كانت الشتا كتصب وكان حتى البرق، والبرق ضرب في هذيك الدار بوحده من وسط كاع الديور، جا ليها نيشان ويحرق هذيك الدار كامله، وكاع دوك اللي كانوا فيها ماتوا في الداخل ديال الدار، الراجل والمراه والدري الصغير كان يلاه تزاد. المهم كمال رجع لدارهم مقلق وكاعي حيت ما خداش المعلومات اللي كان باغي معلومات اكثر على ديك الملكه. كمال قرر يزعم ويحضر شمس القواميد، واخا ما عندوش المعلومات الكافيه ولكن بدا كيحضر حيت تهدد بالموت، كان ما عنده حتى شي حل اخر. في الاول قبل ما يدير هاد الطلاسم ديال تحضير هاد الملكه كان خصو يصوم 12 يوم، يصوم على الماكله كامله الا الماء والزبيب، ويكون جالس في شي بلاصه اللي مسدوده، ما يخرج وما يدخل وما فيها حتى شي ضوء ديال الشمس ولا حتى شي حاجه. المهم طبق هذاك الشيء، وكل نهار البخور، المهم انواع على حساب الطلاسيم والبخور المحدده اللي خصو يديرها، كل نهار البخور، كل نهار تيطبق، وكل نهار تيقول في هذوك الطلاسيم وتيقول ذاك القسم وهو عاطي لظهره العكس ديال القبله. واحد اللحظه وصل لواحد القسم واحد اخر ديال دوك الطلاسيم، قرا الاول دازو، وصل الثاني كان خطير بزاف، كان شرير، في واحد انواع ديال الشرك اللي خايبه بزاف، ما كانش كيخرج من الدار وما كان حتى شي واحد كيجي لعندو. المهم في النهار 13 كان خصو ضروري يبدا يقول داك الورد ديال ديك الملكه، وديك الساعه غتجي لعندو، وبدا تيردد في هذاك القسم وتيقول بغيتك تجي لعندي دابا وتكوني تحت الامر ديالي وتخدميني. المهم بقى تيكمل في هذاك القسم ديالو وتيقول هذيك البارتيه كان فيها 12 سطر، بدا تيقرا في السطر الاول، يعني التعويذه الاولى، القسم الاول، القسم الثاني، القسم الثالث، كانوا فيها 12 اقسام. واحد اللحظه بدا كيسمع واحد الصوت ديال تخرشيش وديال الصداع، وداك الصوت كان كيتمشى في الصالون اللي بارك فيه. الصالون كان ظلمه وخدام تيردد في داك الشيء ديالو. واحد اللقطه خرج ليه من الظلام واحد الثعبان اللي كبير وكحل وغادي وكيتلوى هذاك الحنش، وغادي وقاصد كمال ولكن ما خافش، عارف اشنو كاين وديجا تعلم. مني داز القسم الاخر هذاك الحنش ويختفى ما بقاش، وشاف في الظلمه 4 ديال الدريات كيبانوا ليه وسط الظلام، وكلهم لابسين الاحمر، وكل وحده فيهم هازه صينيه. وحده منهم هضرت معاه وقالت ليه خلي داك الذهب وخلي داك القسم واجي خود هاد الذهب وخود هاد الفلوس. كمال هو يرفض وبقى كيستمر في داك الورد وتيقول فيه، هو عارف باللي دوك الجنيات الا سمع لهم الكلام فراه غادي يموت، حيت بالعان كيستفزوا الجن والكيبغي يخلعوا باي طريقه، حيت هذيك الملكه شمس القواميد راه ما ساهلاش. وكمل في الترديد ديالو لذاك القسم. واحد اللحظه هما يختفاو هذوك البنات اللي بانوا ليه، فواحد اللحظه لمح في الظلمه باللي واحد الخيال ابيض طالع من الارض في هذيك الظلام، وهي تكون واحد المراه. كمال هو يشوف رجليها، شاف الذهب والياقوت والخلخال، شاف بزاف ديال العيبات في رجليها، وكانت في العنق ديالها دايره سناسل ديال الذهب، وشعرها طويل وداير بحال العافيه وحمر، كتشوف فيه واحد العينين اللي ميتين، واحد العينين اللون ديالهم بحال داك الظلام ديال الليل. ديك الساعه بدا كمال تيقول في العهد واللي كان موجدو، حيت ضروري خصك تعطيهم العهد. المهم العهد هو خبزه، قسم نصها
لاح نصها لديك الجنيه والنص بقى عنده. ديك الجنيه شافت في هذاك النص ديال الخبزه اللي كان محطوط حدا رجليها، وفي ثانيه وحده داك الخبز ولا كحل، يعني بهذا المعنى تحرق، وهذه معناها انها قبلات العهد ديالو وبدات كتهضر معاه وكتوجه ليه الكلام. قالت ليه طلبتيني، شنو هو الطلب ديالك؟ هنا طلب منها مباشره الملف ديال داك خاينه اللي قال ليه جيبو، وقال لها الاسم ديال المكان وقال لها كاع المعلومات، وهي تقول ليه اجي قرب وركع وقول القسم ديالك والعهد ديالك، ويركع قدامها ما بين رجليها. وفعلا بدات يقول في هذاك القسم ديالو، ولكن هذا القسم كان ماشي بحال داك الشيء اللي كان تيقراه في دوك الطلاسم، كان شي حاجه اللي خايبه بزاف، حيت هذا القسم فيه سب جميع الاديان والمعتقدات والاشخاص، كل شيء، والايات ديال القران والانبياء خصهم يتلعنوا، خصهم يتسبوا حتى السبه اللي خايب. واحد اللحظه كمال هو يهز راسو، من يهز راسو ما بانش ليه هذيك خيتي غبرات، هو يدور راسو هك وهك ما بانش ليه. واحد اللحظه هو يتلفت، جات عينيه على واحد الصينيه ديال النحاس ذهبيه وفيها داير بها واحد الطلسم، مكتوب على واحد الطلسم داير، وعرف كمال بانه هذاك هو الطلسم الخاص بهذيك الملكه، هي اللي حطات لي هذاك الطلسم تما باش يعيط ليها مره اخرى، حيت ولات صافي ولا داير معاه واحد العهد. من يقرب لهذيك الصينيه اللي قلت لكم ديال النحاس، لقى وسط منها مجموعه من الاوراق، وكانوا هذوك هما الاوراق ديال داك الملف اللي طلب هذاك الراجل. ديك الساعه اتصل بهذاك الراجل وقال ليه راني وجدت لك داك الشيء ديالك. داك الراجل هو يتصدم وفرح بزاف، حيت حياته كانت ما بين يديه، وعطاه مبلغ اللي ضخم بزاف، وبدا كمال تيكبر في السمعه ديالو كثر وكثر. واحد النهار جا عنده واحد الراجل اللي كان خدام بيلوط ديال الطياره، وداك الراجل كان خوه بغى يخدم معاه في داك الدومين، ولكن ما بغاش يخدم معاه في الدومين، كان ما عندوش مع خوه، ما تيحملوش، وبغى يتخلص منه باي طريقه. قال لي بغيتك دير لي المستحيل باش تبعد خويا من طريقه وتبعدو من حياتي، وغنعطيك فلوس اللي كثيره وكثيره بزاف. من داك النهار وكمال كان كيستعن بشمس اللي هي ملكه الجن. علاش؟ حيت كانت سريعه وسهله ودغيا كتحضر ليه داكشي اللي بغا. المهم طلبات منه يجيب خنزير ميت وياخذ الكبده ديالو يشدها ويقطعها مزيان ويخليها في الشمس لمده معينه، من بعد يطبخ هذيك الكبده ويردد عليه واحد الطلسم معين ويعطيه لذاك الراجل ويوكلو لخوه. وفعلا دار هذا الشيء. من مورها ب4 ايام خو داك الدري لقاوه مليوح من واحد القنطره ومنتحر، وخدا واحد المبلغ اللي كبير. بدات الاعمال ديالو كتزدهر وكتكبر، ولا كلشي كيعرفو وكلشي كيهضر عليه. كان كيتفنن في الانواع ديال السحر، كان كيوقف مع اي واحد. كمال في هذيك الساعه ولات كتهمو غير الفلوس، ما بقى كيهمو حتى شي حاجه. المهم واحد النهار هو وقع واحد انقلاب عسكري في البلاد اللي هو فيها، وكاع الناس اللي كيعرفهم هربوا. ديك الساعه كمال قرر انه يحيد من تمو ويرجع لبلادو القديمه فين كان ساكن. وفعلا رجع لبلادو. اصلا حتى شي واحد ما كان كيتسناه في هذيك البلاد، شي صاحبه ولا شي واحد، بحال بوحدو، لا عائلته ولا حتى شي حاجه. بقى يقلب على شي دار حتى لقى واحد الشقه اللي كانت في العاصمه. كانت واحد الدار اللي غاليه بزاف، كان فيها الجاج ودايره بحال التشوين سنتر اللي كاينه في كازا، كان البني ديالها عالي وباينه مزيان. المهم قرر يسكن تما ويبدا يمارس في الانشطه ديالو تما، خصوصا في هذيك البلاد اللي مشى ليها فيها واحد الناس اللي كيامنوا بهذوك المعتقدات ديال السحر، وكانوا كيعتبروه شي حاجه اللي واعره وشي حاجه ديال اولياء الله الصالحين. كان هذا هو المعتقد ديالهم، ما عندهمش مشكله يتعاملوا مع شي واحد سحار ولا كذا، وما عزيز عليهم اصلا هادشي، فما كاين حتى شي مشكل. داز واحد الشهر وبدا يفكر كيفاش غنبدا نبني علاقات مع الناس، كيفاش غنقدر نجيب الناس لعندي. واسهل طريقه باش انك تعمل علاقات مع الناس وهي تخدم العيالات. بواسطه العيالات غيقدروا يجيبوا لك الاخبار ويجيبوا لك الناس بزاف وينشروا الاخبار. فديك الوقيته هو يتعرف على وحده كان كيشوفها ديما في واحد المطعم، كان تيمشي كيتغدى فيه وديما تيشوفها. واحد النهار مشى لعندها وريح معاها وبدا كيهضر معاها وكيشرح ليها، وانا كذا راه روحاني ومعايا شيوخ وقبائل من الجن كتعاونني وعندي الفلوس بزاف. وهذيك المراه وهي تصدم وعجبها الحال، قال لها اللي عليك هو تجيبي لي الكليان، جيبي لي العيالات وجيبي لي الرجاله باش نخدم معاهم، وانت راك معايا وندبر عليك وكل شيء.
هي كانت واحد الدريه اللي زوينه، طمعها حتى بالفلوس اللي قال لها عندي. المهم قالت لي انا معاك ووافقات. وكمال وصاها انها ما تجيبش لي دوك الكليان الفقراء اللي ضعاف، قال لها جيبي لي دوك اللي شبعاني العاقه، حيت فعلا ديك البلاصه اللي سكن فيها ناس عندهم فلوس بزاف. المهم بغيت يتعامل مع اصحاب البرجوازيه، المهم بدات كتجيب ليه في الكليان. اول كليان جابتها لي كانت دكتوره عندها مشاكل مع راجلها الدكتور الجامعي، كان راجلها عينيه زايغين وكي كيعرف العيالات بزاف، ومرتو ما عجباش الحال وباغا شي حل. وهاد الفرصه كانت فرصه لكمال باش ينجح فيها ويتشهر عاوتاني وتكبر السمعه ديالو. وفعلا بدا كيمارس في هذاك الشيء ديالو وبدا كيقول في هذوك الطلاسيم، وقال لها اشنو غدير وشنو غدير. من بعد راجلها ولا بحال الخاتم في صباعها، ما كيتلفت لا هوك ولا هوك، تيشوف غير في مرتو الدكتوره. كان هاد البلان شي حاجه اللي ساهله عند كمال، يعني غير بحال البريكو الخفيف ظريف. المهم من بعد جا ليه واحد الراجل واحد اخر، كان تاجر بياع وشراع، ولكن كان باغي يخلف وليدات وما كانش عارف شنو يدير. والدكاتره كاملين قالوا ليه ما عندكش امال، كان هو غير قادر على الانجاب. ويحكي القضيه ديالو لكمال وعاود ليه مزيان. من يبدا كمال تيحضر في هذوك الخدام، قالوا ليه هذه شي حاجه اللي ماشي بيدينا، ما نقدروش نديروا شي حاجه بحال هذا الشيء، داكشي ديال الخلافه والولاده والانجاب ما عندناش. قال لي حنا ممكن نخليوها تحس اعراض الحمل، ولكن راه ما غاداش تحمل. ولكن الفلوس اللي بغا يعطى داك الراجل الكمال كان مبلغ اللي خيالي بزاف، كان واحد المبلغ اللي كبير، حتى الراجل بغى يخلف وليدات وبغاهم يديو فلوس، ما بغاش يجي البراني ويديهم. داكشي علاش عطاه فلوس اللي كثيره. ولكن كمال ما كان عنده حتى شي حل. بدا الشيطان يلعب عاوتاني بالعقل ديال كمال، عاوتاني يشوف شنو قال لي. كمال قال لك الراجل جيب لي مرتك هنايا وانا غنقضي الغرض وغندير داكشي. المهم راه غتولد وغتخلف. وجابها ليه الدار ديال كمال فين خدام، وكمال عطاه واحد الموعد باش يرجع ويرجع مرتو. المهم جابها وقال ليه صافي سير انت خرج تسنانا برا، خلينا نقضيو الغرض. المهم داك الراجل مباشرة عطاه واحد العصير شرباتو، من بعد نعسات مباشرة. كمال هو اغتصبها. من بعد ما فاقتش حست بشي حاجة ماشي تليه. من فاقتش وحست بداك الوجع ولا ما عرفت باش حسات، قال لها كمال الاسياد عاونوك والخدام هما اللي عاونوك، وقريب غادا تحملي ان شاء الله. كان عندك واحد المشكل في الرحم ديالك بسبب واحد السحر قديم، من يدخلوا الاسياد والملوك ديال الجن حيدوا داك السحر اللي كان تما، ودابا راك غادي تحملي وما كاين حتى شي مشكله. ديك المراه مشات فرحانه وراشقه ليها، دات شهر ونص تقريبا، وما يعيطوا لكمال قالوا ليه راه فعلا راها حامله، وخدا المبلغ داك الضخم اللي وعدوا به وحطوا في الحساب ديالو ديال البنك. تما كاين كمال بدا كيتعرف في هذيك المنطقه، وبدات السمعه ديالو كتكبر كتر وكتر. في واحد النهار جات عنده واحد المراه، ديك المراه قالت لكمال كاين واحد الراجل في هذيك المنطقه فلانيه راه تا هو بحالك وتا هو كيدير هادشي اللي كدير نتايا، ولكن هو عنده ناس بزاف وكليان بزاف. وقالت ليه بانه كيقدر يسجن الجن ويقدر يذبحهم ويقتلهم، وكيحضرهم بالزربه عليك نتايا، يعني كاين شي واحد اخر اللي خطير عليك انت. كمال بقى تيقول كيفاش كيسجنهم وكيذبحهم، ما فهمش هادشي هذا. هذيك الليله حضر شمس اللي هي ملكة الجن، اللي كانت كتجي صح حيت دار معها العهد وعنده الطلسم باش تحضر، ويبدا يشرح لها في البلان اللي قالت ليه ديك السيده. فهماتو وقالت ليه ما كايناش شي حاجه سميتها الجن يسجن ولا يتذبح. قالت لي هذه هضره ماشي صحيحه وهذا الشيء غلط. قالت لي اصلا داك الراجل اللي كيمارس هذا الشيء راه ديما تيكونوا معاه الجن وديما تيكون ملبوس بهم وما كاينش هاد الهضره هذه. كمال قرر يلبس هذيك المراه اللي كانت معاه الجن، يعني قرر يدخل معاه اكثر وكثر في الدومين، ما بقاش ماشي غير جيب لي كليان، بغاش يوصل شي حاجه كبيره. قرر يسكنها بالجن ويحضر عليها زعما الجن وداك الشيء يكون بالزربه ويقضي الغرض دغيا. فهم هذيك المراه وقال لها راه اللي غيسكنك راه شيخ ديال واحد القبيله، راه غيسكن الجسم ديالك باش يعاوننا، وراه ما غيأذيك ما حتى شي حاجه. وبدا كيحضر عليها. شمس اللي هي ملكه الجن عجبها الحال، وهي تصيفط ليه واحد الخادم اللي قبيح وعنيد كيشد السكير، هو اللي كلفاتو باش يسكن الجسم ديال ديك المراه. من داك النهار نهار تسكناش كان كيجيب اشاره وحده، كان كمال غير شي يديرها بيديه كيحضر في البلاصه.
ما بقاش كيحتاج كمال لا بخور لا حتى شي حاجه، لا يمارس شي طلاسيم ولا يقول شي حاجه. عاش هادشي هذا ولا كيدار غير بصبعو الرق بحال هكا تيحضر في البلاصه.